اول اختبار رسمي لميلان أليجري، انتهت المباراه بفوز ميلان بهدفين قبل لا شيء، بالتالي هو تاهل المرحله القادمه مع لاتشي. على كل، انا على المستوى الشخصي تابعتها بتفاؤل حذر. ليش؟ اللي بيشوف الجولات الوديه لميلان بدايه الموسم بتوقع انه ميلان بده يلعب كاس العالم للانديه. ارسنال، ليفربول، تشيلسي، ليدز يونايتد، ولا فريق منهم بيشابه باري ب 20% حتى بطريقه اللعب. كل تحليلاتنا كانت عن بلوك منخفض وكيف نلعب على المساحات وكيف نستغل. انت لعبت امام فريق بيلعب بالدرجه الثانيه بالسيريا بي بالكالشيو الايطالي، بالتالي راح تلعب مع فريق مسكر عليك المساحات وبيلعب هو، انت راح تلعب على بلوك منخفض. ولا مره احنا جربناها لكن الامور مشت تمام. على كل، حتى نحط زوم او نعمل تكبير للوضع اللي صار مع الميلان، نبلش بطريقه الدفاعيه. الميلان لما كان يدافع كان يدافع ب 4-4-2. ليش؟ ميلان أليجري 4 و5 الوسط مش راح يتخلى عنهم، لانه لو لعبنا بال5-3-2 دافعنا، الفراغ اللي على الجهه اليمنى راح يغطيه مين؟ راح يغطيه لياو. ما دام غطاه لياو معناته اولا انت لياو مش واثق بواجبه الدفاعي، بالعدد الاثنين انت الهجمه معك راح تطول اكثر واكثر لما تستخلص الكره اذا كانت الهجمه من طريق لياو، لان لياو دفاعيا مش هالشيء العظيم. بالعدد ثلاثه انت ما بدك، يعني راح يكون مين هو اللي متقدم في الاعلى؟ بوليزيتش. بوليزيتش ما راح يكون عنده سرعه انه يستغل المساحات اكثر، فبالتالي لياو راح يكون هو المحطه، هو اللي في الاعلى بجانب بوليزيتش. ليش اثنين مهاجمين؟ لياو حتى ما يكون لحاله منفرد، يعني ما يكون لياو لحاله يتكاثر الدفاع عليه، لازم يكون في لاعب جنبه. طبعا هاي التعليمات او هاي المعلومات الكابتن او المدرب طلع فيها من مباراه ارسنال، لما كان لياو لحاله يلعب كان كثير الهجمه الكرات ما تصل، فلذلك صار يلعب معه لاعب ثاني. ليش بوليزيتش ياخذ اليسار؟ ليش ما ياخذ اليمين؟ لياو من قوته اللي هي سرعته، السرعه بدها مساحه. لما لياو يكون امام المرمى، امام مرمى الخصم في العمق، وتيجي الكره من اليمين، لما يركض في المساحه بيقدر يشوت برجله اليمين، اسهل له. التسديد عنده باليمين راح يكون قوي، لكن هو لو كان على الجهه اليسرى لو ركض في المساحه راح تاخذ معه رجله اليسار اللي هي اضعف من اليمين. فبالتالي انت بيكون في عندك مهاجم بدك توفر له افضل الظروف انه يسدد، انه يسجل اهداف. فبالتالي بتلاقي لياو هو اللي موجود في العمق، ولما تيجي الكره بتحرك بالجهه اليمنى حتى يستلم ويشوت برجله اليمنى على طول. عشان هيك احنا لعبنا مهاجمين، عشان هيك احنا لعبنا بلياو على اليمين. ليش الاربعه؟ الاربعه حكينا حتى يغلق المساحات بشكل كامل. الاربعه منهم ثلاثه وسط معهم ساليميكرز. ساليميكرز ممكن عنده ضبط تكتيكي عالي ومتحرك كثير، يعني حتى لو رجع كخامس على طول بيرجع يغطي مع الظهير، فهو منضبط تكتيكيا وعنده اداء بالملعب وعنده انسجام مع اللعيبه وفاهم لعيبته وين كيف بيتحركوا، فذلك هو مفيد لأليجري بالخطه هذه. خلصنا من الهجوم. ليش ثلاثه بالوسط؟ ليش الميلان بيلعب ثلاثه بالوسط؟ خلينا نشوف فيديو، انا عملت لكم فيديو صغير شرحت فيه على لقطه معينه، راح تكون بعد هيك ان شاء الله الامور واضحه ليش احنا نلعب ثلاثه بالوسط. عداك عن انه لما احنا ندافع باربعه بالوسط منهم الثلاثه اللاعب اللي هم المحور الريجستا والاثنين المحاور، الاثنين الثمانيات، 1 6 و2 ثمانيات. خلينا نشوف الفيديو حتى تكون الامور واضحه. طبعا هون بنقدر ناخذ فكره ليش المستر بيحب يلعب ثلاث لاعبين وسط. بتشوف هون لوفتس تشيك مع ساليميكرز مع توموري عملوا مثلث، عملوا 2 ضد 1، يعني ساليميكرز مع توموري فيهم تفوق على اللاعب سبيل اللي هو جناح الايسر. عندك برضه لوفتس تشيك بيعطي خيار تمرير لساليميكرز وبالتالي راح يتفوق على الظهير الايسر. فهاي الخطوات او المثلثات بتخلي الميلان بيعمل تفوق لحظي، تفوق عددي باللحظه المثاليه، حتى الميلان ما يخسر الكره بالعدد الاثنين. اذا خسر الكره بيكون متواجد في العمق اكثر. يعني بنشوف مثلا اللاعب هذا بوميو لاعب فريق باري، هسه اذا الكره خسروها الميلان راح تروح له، بس هو لما تروح له الكره ما راح يكون في امامه. عندك اللاعب فوفانا قريب منه وعندك ريتش قريب منه وبرضه توموري ممكن يضغط عليه. فبالتالي الميلان عداك عن انه بفكر هجوميا برضه بفكر في حالة خسارة الكرة. يعني اذا الكرة وصلت للاعب اللي هون اللي هو بوميو بتلاقي بانه برضه فوفانا قريب منه، لوفتس قريب منه، بتلاقي فوفانا قريب منه وريتشي ممكن يضغط عليه وتوموري برضه قريب منه. فهاي الامور اللي بتخليك بتشوف ليش الميلان او ليش المستر أليجري اجنحته بالعاده زي بوليزيتش مثلا كيف فات للعمق، وكيف انه ساليميكرز مع لوفتس تشيك مع توموري بيعمل مثلث سريع. عشان هيك هو المدرب
بلعبهم بالعمق، او بيختار وسط من 3 لاعبين حتى يعملوا زياده عدديه ويعطوا الخيارات تمرير بالنسبه للميلان. بالتالي بيقلل من فرصه خساره الكره بالعدد واحد. بالعدد اثنين هجوميا بيعطوا مسارات تمرير اكثر، بالتالي الفرصه معرضه بانها تتطور وتتقدم لملعب الخصم اكثر فاكثر. طبعا ما شفنا الفيديو هيك احنا عرفنا بانه الميلان ليش بيلعب 3 الوسط، ليش المستري مركز على الموضوع هذا. حاليا الميلان المباراة القادمة هي أول مباراة بالدوري، لنفترض أنه هاي كانت أول مباراة بالدوري فإحنا نجحنا، لأنه بالعادة زي ما حكينا الميلان مباراة ودية بيكون ممتاز، بيلعب مع فرق كبيرة بيفوز، لكن أمام فرق صغيرة في الدوري بيخسر. حاليا الميلان فاز على باري بكلين شيت بهدفين وكان ممكن يجيب أكثر. الميلان الحلو بالموضوع بأنه ما كان يستكين، يعني خلص جاب هدف نام، لا هاجم، جاب هدفين برضه هاجم. هذا الجوع هذا بدنا اياه، لانه هاي الفرق صغيره مستحيل لا تعطيها مساحه نهائي. هاي الفرق هي بتجي لك الدوري، هاي الفرق الصغيره بتفوز عليها بتعادل معها، يعني انت خايف من مين؟ انتر، يوفنتوس، اتلانتا، روما، هاي الفرق كلها 12 نقطه، لكن الباقي هي الفرق الصغيره هي اللي بتجيب لك الدوري. لذلك هذا الاستهلال ممتاز. المباراه جايه مع كرومينيزي، اتمنى انه يكون برضه تاكيد على اللي قدمناه في المباراه هاي. عداك عن ذلك لا زلنا بحاجة لاعبة. ليش؟ لأنه فكر المدرب لا زال ما اكتمل، لأنه بحاجة لاعبة. المنصب أو المركز اللي استحدث للياو، ليش؟ لأنه هو مل من انتظار فليهوفيتش، هو بده اللاعب زي هيك. لذلك إذا جاء فليهوفيتش على طول أوتوماتيكلي راح يتحرك لياو على الجهة اليسرى وراح يصير فيه حكي ثاني، لأنه راح لازم يصير في عنده انضباط دفاعي. بالنسبة لأليجري، لما أحكي لك أنا أليجري فرق بتتسم بالتوازن الدفاعي بالضبط التكتيكي، زي ما احكي لك القطب المتجمد يشتهر بانه متجمد. هذا تالي فرق أليجري توازن دفاعي ضبط تكتيكي ما عنده كبير بالموضوع هذا. اذا انت ما بتأدي دورك في الملعب زي ما هو مطلوب منك بجيب واحد ثاني، لو بجيب راميفيرا ما عنده مشكله، المهم واحد يأدي اداءه، وهذا اللي بيخليك ترتاح شوي مع أليجري، لانه بيعلم الفريق كيف يكون فريق. قبل كل شيء كون فريق بعدين فوز. لما تكون فريق وقتها ممكن انت تكون اقرب للفوز، مش ممكن تفوز فرق ثانيه بتلعب زيك، لكن بتكون اقرب لعقليه الفوز. هذا اللي بيهم مع ميلان أليجري. نهايه الفيديو شباب، لا تنسون الدعم، استودعناكم في امان الله.